طيب سورة العاديات، والعاديات ضبحا. العاديات الخيل، الله يقسم بالخيل، لكن ما يقسم بالخيل وهي واقفة، ولا يقسم بالخيل وهي تركض ركض عادي. الخيل إذا عدت بأشد ما عندها من السرعة يحترق صدرها نار، مع سرعة الأنفاس وقلة الترطيب. الهواء اللي يدخل لازم يرطب ويدفأ، لكن إذا أنت ركضت ما تحس بصدرك حرارة. هذه الحرارة اللي عند الخيل ما تحصل عند البشر أبدا، فيطلع منها صوت اسمه الضبح. ابن عباس لما سئل قال هذا، فيطلع منها صوت لأنها وهي عندها الشهيق سريع والزفير سريع، لأنها تبي توصل أكسجين للعضلات عشان تجيب أشد ما عندها، فتطلع صوت يحترق مع صدرها اسمه الضبح. الله يقسم بهذا. شفت الخيل إذا أسرعت أنا أقسم بهذا. طيب أنا ماذا أستفيد منها؟ والعاديات ضبحا، جابت كل ما عندها حتى تقطع صدرها نارا. شو الآية اللي بعدها؟ فالموريات قدحا، وهي تجري تقدح الحجر فيطلع زي النار، نار في صدرها ونار في رجليها، نار، خيل مولع. طيب ايش بعدها؟ فالمغيرات صبحا، يعني هي لو كانت تعمل هذا بدون حرب لتعذبت وتألمت ألم السنين. مع ذلك فوق النيران هذه الداخلية والتي في أطرافها دخلت في الحرب، في وسط الحرب، يعني نار الحرب كلها حولها سهام ورماح. طيب ليش كل هذه المخاطر؟ بيجيبك الآن الله سبحانه وتعالى. ولاحظ المغيرات صبحا، اختار الله الصبح، يعني ما غارت على عدو وهم نايمين، ما في رماح، لا لا لا، مستعدين، يعني دخلت بينها النيران ودخلت وسط نار تلتهب. فأثرن به نقعا، يعني ليت هذه النيران كلها أنها تتنفس هواء نقي، لا كله غبار، يعني تستنشق مع الحرارة صدرها نار وغبار. كل هذا جوابه إن الإنسان لربه لكنود. سبحانك يا رب. يقول الله شوف الخيل تحترق نار وتلقي بنفسها وسط الأعداء، وقد يأتيها أي رمح من أي مكان يسقطها وتتعب الدماء منها. كل هذا النشاط جابت أعلى سرعتها واحترقت رجليها وتنفست الغبار ودخلت في النار. كل هذا عشان واحد أعطاها علف، أعطاها علف ومويه بس، وتريد أن ترضيه بكل ما عندها. قال لك أنت كنود، إن الإنسان لربه لكنود. هذا ما خلق لها الرئة اللي تنفست فيها، ولا أعطاها أقدامها اللي وقفت عليها، ولا أعطاها عيونها، بس علف، وجابت كل ما عندها وعرضت نفسها لكل المخاطر عشان ترضيه، عشان علف ومويه. أنت أسبغت عليك النعم، أسبغت عليك النعم ظاهرة وباطنة، إيش اللي بيأثر فيك عشان ترضيني؟ إيش يعني كنود؟ إن الإنسان لربه لكنود، يعني يقول أحسنت، الله أكبر. قاله الحسن رحمه الله البصري لما قالوا ما معنى كنود؟ قال الذي يعد المصائب وينسى النعم. غرقان نعم لكنه ما يعدها، لكن اجت مصيبة واحدة قال وليش أنا يعني ما أنا قال إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. يقول أحد الصحابة ما كنت أعرف معنى كنود حتى رأيت امرأة تبتطي البعير، تركب على البعير،
قالت فتضربه ثم يمشي، فإذا أوقفت وقف ما عاد يمشي، فتضربه يمشي. فقالت والله إنك لكنود. تلقى الواحد فينا إذا ولده في العناية شوف الدعوات من قلب كذا تطلع مع العروق. طيب إذا هو معك ويضحك تشكره بنفس الطريقة؟